مرحبا بنجوم بريس معنا في الثانويه التاهيليه باجه. اليوم حنا تنعيشوا على نتائج الثانيه بكالوريا، ومن هذا المنبر انا كنتوجه بالشكر الجزيل لجميع المتدخلين في العمليه، لا على مستوى الاجراء لا على مستوى التصحيح. اذكر الاكاديميه الجهويه للتربيه والتكوين، المديريه الاقليميه بالسطات، السلطات الاقليميه والسلطات المحليه، المنتخبون، جمعيات المجتمع المدني، جمعيه امهات اباء واولياء التلميذات والتلاميذ بالثانويه التاهيليه باجه. وكنهنئ المترشحات والمترشحين اللي حصلوا على شهاده البكالوريا بالمؤسسه، ونتمنى لهم التوفيق والنجاح في المسار الدراسي ديالهم على مستوى التعليم العالي. كنستضيف معايا اليوم تلميذ من ذوي الاحتياجات الخاصه اللي هو بدوره تمكن من الحصول على شهاده البكالوريا مسلك علوم الحياه والقلب بميزه حسن. هذا التلميذ هذا احتضناه بالمؤسسه ومكناه من حقه في التمدرس منذ الجيل المشترك الموسم الدراسي 2023-2024. كان كيتابع الدراسه ديالو عن بعد من خلال مجموعات الواتساب اللي كنا خلقنا ليه، اللي فيها الاساتذه ديالو والتلاميذ، وكذلك كان كيتابع بعض الحصص الدراسيه هنا بالمؤسسه داخل الفصول الدراسيه، وكذلك بشكل فردي بفضل المساعده اللي قدموها مجموعه من الاساتذه ديالو منذ الجيل المشترك. وهنا كنتوجه لهم الشكر الجزيل، لان هذا التلميذ هذا كما كتلاحظوا يعني مقعد، ما يمكن ليش يجي بشكل يومي للمؤسسه، وبفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل كل اللي احتضن هذا التلميذ هذا وشجعناه على انه يحصل على شهاده البكالوريا. المبتغى ديالنا هو ان هذا التلميذ هذا يتلقى المساعده على مستوى التعليم العالي، ويتمكن كذلك من متابعه الدراسه ديالو الى حين الحصول على الاجازه ولما لا شهادات عليا اخرى. بطبيعه الحال كيف ما قلت ان التمدرس هو حق لكل مواطن مغربي، وهذا التلميذ هذا راه مثال على ذلك ومن ذوي الاحتياجات الخاصه كيف ما قلت. وكنتمنى ان هذه الحالات هذه تكون دائما تاخذ بعين الاعتبار وتعطاها الحق في متابعه الدراسه ديالها. شكرا لكم وشكرا لكل من ساهم في انجاح امتحانات البكالوريا دوره يونيو 2026. كي داير ولدي؟ لاباس بخير؟ لاباس عليك؟ لا. احنا اليوم راه فرحانين انك انت حصلتي على شهاده البكالوريا معنا، وتابعتي الدراسه ديالك من الجيل المشترك الى غايه الحصول على شهاده البكالوريا. بغيناك تقول لنا، احنا اليوم معنا نجوم بريس
تقول لنا الاحساس ديالك وشنو كتحس به دابا، وانك حصلتي على شهاده البكالوريا اللي هي شهاده علميه غادي تمكنك ان شاء الله من متابعه الدراسه ديالك في التعليم العالي. تفضل. أنا محمد العراقي، تابعت الدراسة من هنا في المؤسسة بهجة منذ السنة الدراسية 2023-2024. كنبغي نشكر المدير السيد المدير وجميع جمعية الآباء وجميع الأساتذة اللي عاونوني وقدموا لي يد المساعدة باش نكمل الدراسة. السلام، أنا محمد العراقي، كنتابع الدراسة ديالي في الثانوية التأهيلية بهجة. اليوم حصلت على شهادة بكالوريا بميزة حسن، مسلك علوم الحياة والأرض. كنبغي نشكر الأسرة ديالي وجمعية الآباء اللي وكنبغي نشكر السيد المدير، وكنبغي نشكر جميع الأساتذة اللي قدموا لي يد المساعدة. كنبغي نشكر السيد فتاح اللي كان المساند ديالي في كاع القصص. صافي.